في الفيديو بتاع النهارده هعرفك ازاي تقدر تغير الصورة المصغرة بتاعت اي فيديو قديم عندك في القناة لصورة مصغرة شكلها احترافي جدا جدا جدا. والاجمل والاحلى من كل ده ان هخلي لك الفيديو القديم اللي موجود في قناتك، هعرفك بكام طريقة في الفيديو ازاي يرجع يشتغل تاني في قناتك وازاي يرجع يجيب مشاهدات زي ما جاب مشاهدات اول ما نزل. فالفيديو بتاعنا بتاع النهارده ده حرفيا هيكون جامد جدا جدا جدا، وخليك فاكر هنغير الصورة المصغرة بتاعت اي فيديو موجود عندك بضغطة زر او بكام ضغطة زر. تعرف ان في طريقة جميلة قوي 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 اغلبكم او يعني 90% منكم ما تعرفوهاش، ان انت ممكن الفيديوهات القديمة اللي موجودة في قناتك تغير الصورة المصغرة بتاعتها من غير ما تعمل لها صورة مصغرة جديدة. ايه الكلام ده يا محمد؟ بص يا باشا، دلوقتي انا في اي فيديو عندي من الفيديوهات، وليكن مثلا نجيب فيديو من الفيديوهات القديمة اهو. فيديو من الفيديوهات القديمة زي ما انت ما شايف الصورة المصغرة بتاعته متواضعة جدا، بس انا عايز اخلي الصورة دي شكلها احترافي ومش عايز اتعب. هنستخدم مين؟ حبيب قلبي، جوجل جيميناي. في البداية خالص انا ايه اللي هعمله؟ وجوجل جيميناي هقول له ايه عشان يحول لي الصورة المصغرة بتاعة الفيديو بتاعي لصورة مصغرة شكلها احترافي. ايه اللي هعمله؟ في البداية انت هتروح تحمل الصورة المصغرة بتاعة الفيديو بتاع حضرتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في البداية هروح عند الفيديو اللي هو الفيديوهات القديمة. يعني مثلا الفيديو ده اول فيديو انا رفعته عندي في القناة، مكتوب فيه 1000 مشترك. يعني انت لو جيت ركزت 1000 مشترك 4000 ساعة في شهر واحد. حلو قوي الكلام ده. هاخد الصورة كده اهو واعمل لها تنزيل. جميل جميل. وبعد كده نحفظ الصورة المصغرة دي. يبقى كده انا اول خطوة عملتها ايه؟ ان عملت تنزيل للصورة المصغرة بتاعت الفيديو ده. بعد ما عملت لها تنزيل اروح لجوجل جيميناي، هقول له ايه؟ هقول له حضرتك انا في صورة مصغرة عندي، الصورة دي يا جوجل جيميناي عايزك تخليها لي احترافية. هنقول له الكلام ده ازاي؟ ركز معايا. هقول له حضرتك يعني ما تغيرش في الالوان، لان برضه في بعض الاحيان جوجل جيميناي بيجيب الوان مش متناسقه مع بعضها قوي. هو ممتاز، انا مش هقول حاجه، بس هاجي من الادوات هنا اهو اعمل انشاء الصور، واتاكد في المفكر ان انا واقف على جيميناي 3 برو. ليه؟ لان انت لو دوست على كلمه السريع دي مش هيديك النتائج بتاعه جيميناي 3 برو. جيميناي 3 برو بيديك نتائج احترافيه جدا جدا جدا. وهدوس على ارسال. زي ما انت ما شايف دلوقتي هو بيقول لي لحظه من فضلك، يعني هو دلوقتي هيبتدي يشتغل لي على الصوره المصغره دي. وخد بالك بيبقى ليك 3 محاولات، وبترجع بعدها بست 7 ساعات بيبقى ليك 3 محاولات كمان. تمام. وطبعا انت بقى لو اشتركت في الخدمه المدفوعه بتاعه الموقع طبعا هيبقى ليك بقى محاولات انليميتد، محاولات غير محدوده. وانصحك جدا لو انت معاك الفلوس انك تشترك على طول. يعني اداه ممتازه بكل ما تحمله كلمه من معنى. طالما جاب لك الكلام بالانجلش كده اهو، كده خلاص هيبتدي يعمل لك الصوره المصغره بتاعتك بشكل احترافي. لك ان تتخيل. تمام. دي ودي، دي ودي. طيب انا عن نفسي صراحه يعني انا عجبتني الصوره دي، فكل اللي عليا بقوم عامل تنزيل. تمام تمام. هقوم طالع فين بقى؟ اروح على موقع كانفا. انا لحد دلوقتي لا هفتح فوتوشوب ولا هفتح حاجه، لان فوتوشوب في ناس منكم مش معاهم. يعني في ناس منكم معهاش برنامج الفوتوشوب، او مش معاها ان هي تدفع في برنامج الفوتوشوب. تمام. فهدوس على كلمه كرييت واختار الصوره بتاعتي. بس طبعا في البدايه اعمل الكاستم سايز بتاعي 1920 عرض في 1080 طول، واقول له كرييت ا نيو ديزاين. تمام. دلوقتي الصوره المصغره بتاعتي نزلت عندي على الكمبيوتر، وببساطه شديده الواجهه بتاعت الموقع فاضيه زي ما انت مش شايف. اجي على كلمه ابلود، واجي على كلمه ابلود فايل، واختار الصوره المصغره اللي انا لسه منزلها. وكل اللي عليا بعد كده يا باشا ان هاجي على كلمه ابلود فايل، واختار من هنا اهو الصوره بتاعتي. تمام. الصوره اهي هقوم دايس بس عليها كده اهو، وارفع كده اهو لحد ما تكون بالعرض الكامل بتاع الصوره المصغره بالشكل ده. وبعد كده هو ممكن بقى ابتدي اظبط انا بقى في الوان الصوره. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن ادوس من هنا اهو كده اختار كلمه اديت. بمجرد ما ادوس على كلمه اديت دي هبتدي بقى احدد او ازود في الالوان بتاعه الصوره. يعني مثلا ايه؟ لو جينا مثلا من هنا اهو كده ودوسنا كده على كلمه فلتر، زي ما انت مش شايف ضاف لي فلتر على الصوره دي. اقدر طبعا عندي فلاتر كتيره قوي قوي قوي، اختار منهم الفلتر اللي يخلي الصوره بتاعتك شكلها باين وشكلها واضح. يعني زي ما انت شايف ما تختارش فلتر زي ده مثلا، فلتر زي ده ولا ده ولا ده برضو. تمام. هو انا صراحه في فلتر فيهم عجبني اللي هو في الاول خالص ده اكتر فلتر فيهم انا شايف ان هو وضح الصوره بتاعتي. بس انت برضو تقدر تعدلها انت بنفسك عن طريق ان انت تروح على كلمه افكت، عن طريق ان انت تدوس على كلمه ادجاست دي وتبتدي تشتغل انت بنفسك. ممكن تدوس اوتو ادجاست هو يظبطها لك منه لنفسه، او ممكن تشتغل انت بنفسك. انا عن نفسي هشتغل انا بنفسي احسن.
هزود الشادوز بتاعتي، اقللها كده وسنه. الكونتراست بتاعي انا ازوده حبه عشان يبقى الصوره واضحه. البرايتنس بتاعتي ممكن مثلا نزودها. الكونتراست، الشادوز ممكن مثلا الشادوز نقللها كده اهو. الوايتس في الصوره، يعني الصوره لا انا عايزها تبقى ابهت سنه. البلاكس ممكن مثلا لو قللناها بالشكل ده لا نزودها شويه بالشكل ده. الساتوريشن هقلله حبه بسيطه خالص، يعني اللي هو حاجه لا تذكر يعني، عشان بس ايه يكون شكل الصوره واقعي اكتر. لا والله تصدقوا لما خلينا صفر احسن يعني، زي ما انتم شايفين. وطبعا دي الشاربنس لازم نزود، بس طبعا لا بدل الدنيا دي لا. فممكن مثلا ازودها حاجه بسيطه خالص. تمام. وممكن برضه اشيل الفلتر اللي انا حطيته في البدايه عشان يبقى الشغل بتاعي واقعي. بصوا ده من غير فلتر، يعني ده من غير الفلتر وده بالفلتر. تمام. فالفلتر صراحه محسنها يعني بخلي شكلها احسن، فانا ممكن اشيل الفلتر ونشوف كده في الادجاست بقى لما نزود بقى كل حاجه هتبقى على الوضوح بقى، انت فاهم. يعني مثلا الكونتراست كده لا انا الصراحه شايف لما احط الفلتر يعني، هنحط الفلتر كده اهو، وببساطه شديده اقوم عامل شير واقوم عامل داونلود، ويبقى بعد كده اقوم عامل جيبك، ونصبر شويه بقى كده اهو. طبعا انت بس بتصبر لان الايديت ده بياخد له وقت، فما بياخدش يعني في حدود الدقيقه، وبعد كده اقوم عامل داونلود. كده حضرتك زي ما انت مش شايف الصوره مصغره نزلت عندي على الكمبيوتر. تمام. كل اللي عليا هقوم رايح على تفاصيل الفيديو واعمل تغيير. فكلمه التغيير دي هاخد منها الصوره المصغره بتاعتي. تمام. دي الصوره المصغره الجديده واللي شكلها صراحه احسن من القديم بكتير، وشكلها واضح وباين للعين يعني. بعد كده حضرتك هقوم عامل كده اهو. لو انت عندك خانه الاختبار دي شغاله يبقى يا سلام، يبقى انت كده جالك التحديث ده. طب ما جاتلكش اصبر بقى لحد ما تجيلك. هتدوس على اختبار اي اند بي ونبتدي نغير في العناوين. انا ممكن مثلا اروح كده لشات جي بي تي، او لا مش شات جي بي تي، تعالى بعد اذنك. تمام. عايز عنوان اقوى. تمام اهو عايز عنوان اقوى. ففي الحاله دي هيجيب لك 5 عناوين تقريبا معاهم. طيب ممكن مثلا رقم قياسي جديد، ازاي فعلت على اسرع طريقه لتفعيل الربح، مش عارف ايه. ماشي تعالى ادي اختبار اهو. تمام ادي 2 حطينا عنوان كمان. تمام. وتعالى برضو هنا اهو. فين اهو هدي برضو. تمام كده احنا حطينا 3 عناوين برضو نعمل لهم اختبار. فكده في الحاله دي حضرتك ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان عايز اشغل الفيديو ده تاني. الفيديو ده انا صعبان عليا ليه ما يشتغلش تاني. وبس كده يا شباب، لو جينا دخلنا دلوقتي في كلمه المحتوى وبعد كده دخلنا على الفيديوهات القديمه، هتلاقي ان احنا غيرنا الصوره مصغره خليناها شكلها افضل، وكمان العنوان عملنا له اختبار عشان نشوف افضل عنوان للفيديو ده. وطبعا كده ده هيخلي الفيديو القديم بتاعك يشتغل اكتر. يعني دلوقتي مثلا اهو ده، بس هي خد بالك بتاخد لها في حدود ال5 دقايق عشان الصوره المصغره تتغير، فهي مش هتتغير في وقتها، انت فاهم. فممكن مثلا نصبر شويه 5 دقايق 10 دقايق لحد ما الصوره المصغره تبتدي تتضاف. شكرا كتير لكم. كان معاكم محمد علاء، المرجع الاول لمنشئ المحتوى. صلى على حبيبك النبي واذكر الله. سلام عليكم.